أهديت نور سوار. أساور كعك الأساور بريحته اللي بتفحفح بكل البيت وطعمه الطيب كتير، وكيف بكون دايب دوب، وطبعا العيد ما بيكمل من دونه بطريقة سهلة وما بتاخد وقت. أول شي الطحين بضيف عليه السميد، بضيف عليه سمسم محمص ومستكة وشومر وينسون ومحلب وحبة البركة، بقلبهم منيح وبعدها بنزل بالدهن. أنا استعملت زيت زيتون وسمنة حيواني، وبلش أبس فيهم كتير منيح، افركوهم كتير منيح وبسوهم على الآخر لحد ما يوصلوا لهذا القوام. مغلي اليانسون بعد ما جهزته برد، بضيف عليه الخميرة والسكر المطحون والحليب، بخلطهم سوا كتير منيح وبتركهم يتخمروا 5 دقايق، وهيك الطحين والسميد صاروا جاهزين. رح أنزل عليهم السوائل بالتدريج وأقلمهم شوي شوي من تحت لفوق بدون عجن، بس ليتشربوا السوائل، وهيك العجينة صارت جاهزة. لازم لما أمسكها تكون مثل هيك طرية وما بتشقق. وهلا بتركها ترتاح من نص ساعة لساعة. للتمر بضيف ينسون وشومر قرفة وهيل وسمنة سايحة، بخلطهم سوا وبشكلهم على شكل كرات. وهيك العجينة بعد ما ارتاحت صارت جاهزة للشغل، لا بتشقق ولا إشي. عملتها كرات وحطيتها على جنب، وهلا ببلش أشتغل فيها. بفتحها بهذا الشكل وحط العجوة معها بالطول وبفردها، وصلوا فيها خلوا أطرافها شوي رفيعة عشان لما نلفها تيجي فوق بعض، وهيك بتكون جاهزة. على صينية الخبيز وعلى فرن محمى مسبقا باخدها. هيك كعكاتنا الحلوين صاروا جاهزين بالصحة والعافية. طعمها وطراوتها ممتازة. وصفة بتقدروا تعتمدوها 100% للكعك الأساور. لازم تجربوها.